السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم غادي نقدم لكم وصفة اللي غادي تهنيك من مشاكل البشرة واللي كتجدد الكولاجين. أول حاجة عندنا الورد البلدي مجفف نصف كأس أو 50 غرام، وتنحاولوا نفتحوه من الداخل لا تكون فيه شي حشرة ولا شي حاجة، وباش يتغسل مزيان. الدور تاعو في وصفتنا مضاد للاكتئاب وترخي وتعطي توازن عاطفي. وهادشي علاش ملي تناخدوه تنلاحظوا بان الخدود ديالنا ولات ورديه او فاتحه. الورد هنا مهم البنات للذات ككل لان فيه مضادات الاكسده ومضاد للبكتيريا، وهادشي علاش بعد الوصفه تيكون اسهال باش تيقاد لنا القولون والمعده اي الجهاز الهضمي كامل. وهنا عندنا نصف كأس زبيب أو العنب المجفف، يعني 50 غرام. تنغسلوه مزيان مزيان. والزبيب هنا الدور تاعو تيغذي البشرة لأنه غني بالمضادات الأكسدة اللي تتحمي لنا البشرة، وأيضا غني بالفيتامينات بحال فيتامين سي اللي تيعاون على إنتاج الكولاجين وتيمنع الشيخوخة. من بعد ما غسلناهم مزيان من جميع الشوائب، تنضيف لهم نصف لتر ماء وتنغطيوه ليلة كاملة. وهنا في الصباح تنطحنوه في اي خلاط كهربائي وتناخدوه على الريق، يعني قبل الفطور بساعة، وتنكرروا العملية لمدة 3 أيام فقط. هاد الوصفة البنات تتسهل، يعني تتعمل اسهال. من الاحسن ما تخرجوش من الدار باش ما تحرجوش. وفي هاد 3 الايام ضروري نمنعو الطبخ، يعني اي حاجه ناكلوها تكون خضراء يعني طازجه، يعني ما طيباش. سلطات عصائر يعني كل شيء بالخضر والفواكه باش القولون تقوى لنا وتتنجح معنا الوصفه. نتمنى تجربوها في أسرع وقت لأنكم غادي تشوفوا الفرق كبير في البشرة تاعكم، نضارة وحيوية لأنها تتصفي الدم وأيضا تطرد الغازات وتتقوي المناعة وتتقوي القلب وتتمنع فقر الدم وتترطب وتتنقي. نتمنى تجربوها. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو، نحب نقول لكم شكرا على المتابعة وحسن المشاهدة، ودمتم بخير وسلامة.